السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هقدم لكم دلوقتي الفصول الأخيرة من رواية جبل، بس زي ما احنا متعودين في بداية كل فيديو جديد قبل ما نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا بعرض لكم الكومنتات بتاعتكم اللي بتجاوبوا فيها على السؤال بتاع نهاية الفصل اللي فات. والسؤال كان بيقول يا ترى زياد هيضرب نار على مين؟ ويا ترى عنايات هتموت ولا لأ؟ وجبل هيخرج من السجن ازاي؟ واول كومنت معانا من الكومنتات بتاعتكم من غرام عبد المجيد، بتقول بجد ليه سيف وسليم ما سجلوش الحوار اللي دار بينهم وبين نهى؟ ولا زياد مش هيموت حد عشان اكيد البوليس هيجي. والكومنت اللي بعده من روان رامي، بتقول مش مصدقه ان الروايه خلاص اتبقى لها جزء واحد، وعندي احساس ان نهى هتموت بس سيف وسليم لا، ويا رب عنايات ما تموتش، بس لو دهب كانت تسجل لها وهي بتحكي لها. بلس بقية الكومنت عبارة عن كلام لطيف جدا، تسلميلي يا روان وما تحرمش منك ابدا يا جميلة. والكومنت اللي بعده من غرام، بتقول سيف واسلام ونهى هيكونوا بخير، ولو عنايات ماتت على جهاز القلب فدهب عارفة الحقيقة كاملة، وجبل هيطلع بإذن الله لأن الكذب عمره ما بيدوم. ونختم بقى بالكومنت ده من غرام، وكمان بالكومنت اللطيف ده من بشاير. ما تحرمش منكم ابدا يا امارات ولا من كومنتاتكم اللطيفة دي. فياريت دلوقتي بقى قبل ما نبدأ في الفصل بتاعنا ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان كمان لما ابتدي في رواية جديدة إن شاء الله يجيلكوا إشعارات بيها. وكمان بخصوص الرواية اللي إن شاء الله هبتدي فيها بعد رواية جبل، كنت حابة أسألكوا أبدأ في رواية دفشة ولا الجزء التاني من رواية ما وراء الظلام؟ هستنى إجاباتكم كلكم على السؤال ده، وبناء عليها هختار الرواية اللي هبدأ فيها إن شاء الله. ويلا بقى كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. وقفنا في الفصل اللي فات لما دهب كانت عند عنايات في المستشفى بتسألها مين اللي عمل فيها كده، وعنايات تعبت جدا وكانت بتموت. دهب طلعت من الأوضة بسرعة وهي بتقول الحقني يا دكتور الحقني. الدكتور جه جري على الأوضة ولقاها بتطلع في النفس. اطلعي بره انت دلوقتي، اطلعي بره. طلعت بره زي المجنونة مش عارفة تعمل ايه، والدكتور بدأ يرجع لها الأكسجين تاني ويعمل لها إسعافات. دهب طلعت وهي بتعيط وبتقول شفتي يا رحمة مش قلتلك إن زياد هو اللي عمل كده؟ طب وانتي زعلانة ليه؟ افرحي، معنى كده إن جبل هيطلع براءة. يا بنت انتي فقرية. أفرح ايه بس يا رحمة، الست بتطلع في النفس. يا نهارك أبيض، واحنا واقفين هنا يروح أمك؟ امشي يا بنت من قدامي، امشي امشي لحسن يقولوا إن انتي اللي قتلتيها. طبعا دهب ما كانتش عايزة تمشي وكانت قلقانة، بس لما رحمة شدتها من ايديها مشيت معاها وخرجوا بره المستشفى. طب وبعدين يا دهب؟ كده الأمل الوحيد في نجاة جبل ضاع. أنا مش عارفة ايه اللي بيحصل ده، بس يا ربي أنا مش عارفة. وهي بتعيط وقعدت على الأرض من كتر التعب. اهدي يا دهب، إن شاء الله هتتحل، طالما مظلوم ربنا هيبين براءته. ازاي بس يا رحمة، انتي مش شايفة كل الطرق مسدودة ومقفلة في وشنا ازاي؟ طب يا بنتي هو مش قالك روحي الفيلا؟ تعالي يا بنت نروح الفيلا ونقول لاخواته ولا قرايبه اللي هو قال لنا عليهم دول، وهم هيتصرفوا وان شاء الله هنلاقي حل معاهم. انا مش عايزه اروح، وحشه قوي. وحشه على نفسها مش علينا، ما تخافيش انا معاكي. يلا قومي هاتي ايدك، يلا تعالي نروح. وفعلا خدتها من ايديها واتجهوا للفيلا بتاعه جبل. في المستشفى بقى الدكتور فضل يحاول مع عنايات مرة واتنين وتلاتة بالأكسجين وجهاز القلب لحد ما بدأ يرجع لها نفسها تاني، بس الدكتور جه اتصل بالبوليس، خاف لحد يجي يعمل حاجة في عنايات. وفعلا أول ما اتصل باسم الشرطة الضابط جه على طول لأنهم كانوا مستنيين إنها تفوق من فترة كبيرة. وفعلا الضابط وصل هناك والدكتور قال له ما يتأخرش معاها في الكلام لأن حالتها حرجة، والضابط قال له ما يقلقش هما سؤالين اتنين وهيسيبها. وفعلا الضابط دخل يتكلم مع عنايات والدكتور كان واقف معاهم لأن عنايات كانت تعبانة جدا. الضابط بدأ يسألها بالراحة مين اللي عمل فيها كده. مين اللي عمل فيكي كده انتي والمرحومة؟ جبل؟ احنا لقينا في شخص جنبكم اسمه جبل، هو اللي عمل فيكوا كده؟ لا مش جبل، جبل ما عملش فينا حاجة. امال مين اللي عمل فيكوا كده؟ زياد بيه. وما قدرتش تتكلم بعد كده، ولما الضابط حاول يتكلم معاها تاني الدكتور قال له ان حالتها حرجة، ولو اتكلمت معاه اكتر من كده ممكن يحصل لها مضاعفات او تدخل في غيبوبة. بس الضابط خاف فسابها، وطبعا ما صدق ان هو اخد منها الاعترافات وكان متصور صوت وصورة،
وجري على رئيسه في الشغل وبلغه بالكلام ده. رئيسه في الشغل قال له: يعني كده يا جبل مظلوم؟ انا اصلا كده كده كنت شاكك في زياد جوز المرحومه، بس احنا هنطلع جبل، مش هتبقى البراءه، احنا هنطلعه لحد ما نحدد ميعاد للجلسه، اما نشوف القاتل الحقيقي هيعمل ايه، عشان اعترافات عنايات لوحدها مش هتنفع. ممكن يقولوا ده خطرفت واحده تعبانه تحت تخدير العمليه. وفعلا اتصلوا بالمحامي بتاع جبل، والمحامي جه وبدأوا يتكلموا معاه ويشرحوا له الخطة، وجابوا جبل هو كمان وبدأوا يعملوا خطة كلهم عشان يعرفوا يوقعوا زياد كويس، لأن زياد مش سايب وراه أثر، والأثر الوحيد تعبان، يعني ممكن يشككوا في أقواله اللي هي عنايات يعني. وفعلا جبل خرج مع المحامي وحصل بينهم خطة هناك في مكتب الضابط، هنعرفها بعدين. جبل لما خرج اتجه للفيلا بتاعته لأنه كان قرفان من كل حاجة ومصدق إنه يخرج، هو مش عايز حاجة خالص غير إنه يحضن دهب بس، وفرحان برجوع دهب بالسلامة. طبعا المحامي وصله لحد الفيلا، نزل الفيلا بتاعته زي المجنون ودخل على الفيلا وهو بينادي على دهب، بس للأسف دهب ما كانتش لسه وصلت هي ورحمة، لقى مامته بس سهير، ما كانتش مصدقة لما شافته، فضلت تحضن فيه وتسلم عليه: يا حبيبي يا ابني، حمد لله على سلامتك يا جبل. بدأ يطمن مامته ويسلم عليها ويقول لها: ما تلاقيش، انا خرجت يا امي على ذمه القضيه، وان شاء الله خير، انا طالما بره السجن هعرف اثبت براءتي كويس. يا حبيبي يا ابني، احنا اخدنا ايه بس من جوازتك السودة دي اللي اتجوزتها غير اللي بيحصل لك ده؟ انت ايه كان وداك الفيلا بتاعت هايدي اساسا؟ معلش يا امي، كله مقدر ومكتوب. وبدأ يلتفت حواليه يبص على دهب، بس ما لقالهاش اثر. قال لمامته: هي دهب ما جاتش هنا؟ تاني دهب يا جبل، خلاص بقى اقفل على السيره دي، انا ما صدقت نخلص منها. تخلصي منها ازاي يا امي؟ دهب دي مراتي. وكانت لسه هتنطق وتقول له انها اخته، بس هو قطعها وقال لها: مراتي يا امي، انا رحت لجدي وجدي اكد لي انها مراتي. جدك ما يعرفش حاجه، قلت لك الحقيقه كلها عند الهام امها. اختك والله يا ابني، اختك نفس الوحمه اللي كانت في جسم ابوك في جسمها. جبل معرفش يتكلم من الصدمه. انت بتقولي ايه يا امي؟ اوعي تكوني بتقولي كده عشان تكرهيني فيها. والله يا ابني هي دي الحقيقه، انا ما بكدبش عليك، قلت لك اللي عندها الجواب الاساسي امها الهام. بس جدي قال لي ان الهام دي مش امها. يا جبل يا ابني، انا ما بحبش حد في الدنيا قدك، وعمري ما هضرك، حتى لو دهب دي طلعت مراتك فعلا انا هتقبلها عشان خاطرك، بس لازم تروح لامها وتعمل تحاليل وتتاكد، بس مش وقته الكلام ده، انت لازم تثبت دليل براءتك. جبل قبل ما ينطق اي كلمه سمع صوت دهب ورحمه داخلين. طبعا دهب كانت خايفه تدخل ومتردده عشان عارفه ان سهير وحشه، بس رحمه كانت مقويه قلبها وفضلت تقول لها: ادخلي ادخلي ما تخافيش، يا اهل البيت يا اهل البيت. بس اول ما دخلوا ولقوا جبل قدامهم رحمه راحت مزغرطه: طلع يا بت يا دهب، افرح يا بت، حمد لله على السلامه يا جبل بيه. دهب فعلا ما كانتش مصدقه انه خرج. انت خرجت ازاي؟ وجريت عليه حضنته. جبل في الاول ما كانش عارف يتكلم، كان مصدوم من كلام مامته، ما بقاش عارف يعمل ايه، بس خاف لدهب تحس بحاجه. بدأ يلف ايديه الاتنين حوالين دهب، بس كان في دموع نازله من عينه. رحمه خدت بالها بس ما رضيتش تتكلم عشان خاطر دهب. دهب فضلت تقول له: انا مش مصدقه نفسي، انت خرجت ازاي؟ ايه اللي حصل؟ احكيلي. انسي كل حاجه حصلت دلوقتي، انا عايز اخدك اوديكي للدكتور اطمن عليك وعلى الحمل ونعمل شويه تحاليل. لا ملوش لزوم، انا كويسه، ولما شفتك بقيت كويسه اكتر. جبل حط ايده على خد دهب وعلى رقبتها، وقبل ما ينطق للاسف شاف الوحمه اللي مامته قالت له عليها. جبل اترج من جواه رجه جامده وقال لها: لازم نروح نطمن. دهب حست ان في حاجه. هو في ايه يا جبل؟ مفيش، انا عايزه اطمن عليكي، استني هنا ثواني وانا جاي على طول، هطلع غير هدومي. وفعلا جبل طلع فوق، خد شاور سريع وغير هدومه ونزل جري، خد رحمه ودهب وطلع على المعمل، وهناك بدأوا ياخدوا منها دم عشان يعملوا تحاليل. جبل كلم الدكتور وقال له انه عايز يعمل تحاليل DNA، وبدأوا ياخدوا من جبل هو كمان دم. دهب لاحظت ده وقالت له: انت كمان بتحلل ليه يا جبل؟ جبل طبطب عليها وقال لها: ما تخافيش، بطمن بس عشان تعبت من قعدة السجن. واستنوا هما الاتنين منتظرين النتيجة، بس جبل كانت أصعب دقايق مستنيها هي الدقايق دي. بالنسبة بقى لزياد،
زياد دخل الشقة على سيف وسليم ونهى، وكان رافع عليهم السلاح وبيقول لهم اتشاهدوا على روحكم. وبعد محادثة طويلة حصلت ما بينهم، سليم بدأ يتعرض لزياد، لكن للأسف زياد ضرب عليه نار. نرجع للمستشفى. جبل كان واقف عامل زي المجنون بالظبط، مش عارف يسيطر على نفسه من التوتر ومن الانتظار، هيتجنن. كل شوية يبص على دهب بيحاول يطمنها، وهو من جواه في حرب. خايف لا تطلع أخته. بيكلم نفسه وبيقول استرها يا رب، ازاي بس جدي قال ان هي مش اختي. بس هو قلق أكتر من كلام مامته. وابتدت دهب تاخد بالها، قامت من الكرسي وراحت له. هو في ايه يا جبل؟ هنا ابتدى جبل يطمنها ويقول لها مفيش حاجة، انا بس حابب اطمن عليكي عشان كده قلقان شوية. ما انا كويسة اهو، وتطمن عليا ازاي؟ جبل كان لسه هيتكلم، بس الدكتور طلع من غرفة التحاليل بالنتيجة. جبل الأول كان هيجري على الدكتور، بس رجع تاني قال لدهب استريحي جنب رحمة شوية. ايه ده، الدكتور جه، اجي معاك؟ لا خليكي جنب رحمة، اسمع الكلام. وفعلا دهب رجعت جنب رحمة، وجبل راح يشوف الدكتور. الدكتور قال له طبعا النتيجة سلبية، يعني مش أختك. جبل هنا ما كانش عارف يوصف الحالة اللي هو كان فيها، ما كانش مصدق نفسه من الفرحة. نفسه هدي وبقى يتنفس طبيعي، وأول ما خرج من غرفة الدكتور جري على دهب وحضنها بدون كلام، وفضل شايلها ويلف بيها ويبوس فيها. كان مبسوط بيها جدا، وكان بيقول لها هعوضك عن كل اللي حصل، هعوضك عن كل اللي عدى، وهنبدأ حياة جديدة من أول وجديد. دهب ما كانتش فاهمة حاجة، لكن كانت مبسوطة باللي جبل بيعمله. انت تعرفي مكان مامتك فين؟ الفرحة اللي كانت على وش دهب راحت، وجه مكانها حزن وحيرة. بتسأل ليه؟ مش انت اطمنت ان احنا مش اخوات؟ مش انت قلتلي ان جدي قالك كده؟ تعالي بس كده نمشي من هنا وهنتفاهم. ما تقلقيش، انا هعرفك كل حاجة، صدقيني يا دهب، اللي جاي كله لينا. طب والقضية؟ انا مش قلقان من القضية، مش قلقان من حاجة خالص، طالما انت معايا وجنبي. كلام جبل كله كان حلو ويطمن. طبعا جبل خد رحمة ودهب في العربية وطلعوا على بيت إلهام مامة دهب، اللي المفروض دهب عارفة عنوانه وهتعرف جبل الطريق. دهب كل شوية كانت تبص لجبل وهو سايق وتقول له أنا حاسة إن في حاجة مش فاهماها، يا ريت تفهمني كل حاجة، وما قلتليش الدكتور قالك إيه على التحاليل. بص يا دهب، أنا مش هينفع أخبي عليكي أكتر من كده، أنا هفهمك كل حاجة، بس أتمنى تفهميني. دهب بدأت تتوتر، بس رحمة فضلت تطبطب على كتفها وتقول لها اهدي إن شاء الله خير. وجبل فعلا بدأ يحكي لدهب كل حاجة، من أول ما مامته قالت له على الوحمة للتحاليل لكل حاجة حصلت، حتى اللي جده قالهوله، وإن هو واخدها لمامتها دلوقتي علشان يفهم اللي جده قالهوله ده بجد ولا مش بجد. الكلام طبعا نزل على دهب زي الصعقة، ما بقتش عارفة تعمل إيه، بس ما فكرتش في أي حاجة خالص، واترمت في حضن جبل وفضلت ماسكة فيه جامد وقالت له ما تسيبنيش. عمري ما هسيبك، صدقيني. أنا كمان كنت عايزة أحكي لك على حاجة حصلت في المستشفى. وبدأت تحكي له على عنايات. ما تشغليش بالك، أنا عارف أنا هطلع إزاي كويس. أنا عايزة أطمن عليك الأول وبعدين أروحك البيت، وبعدين أشوف حل لمشكلتي. مش مشكلتك لوحدك يا جبل، بقت مشكلتنا سوا، وبعدين هتروحني البيت وتسيبني لوحدي تاني؟ عمري ما هسيبك كده، أنا معاك على طول، بس لازم أطمن وأشوف حل للموضوع. إن شاء الله خير. وبدأ يطبطب عليها علشان تطمن، وكان في طريقه لبلد مامتها. نروح بقى على بيت نهى. طبعا زياد طب على نهى وسيف وسليم، كان ناسي حاجة فوق، ولما طلع سمع صوتهم بيتكلموا وبيحكوا على موضوع الفلاشة الفاضية ودليل البراءة. دخل عليهم مرة واحدة وهو بيضحك على آخره وماسك المسدس في إيده بيقول لهم انتوا وقعتوا ولا الهوا اللي رماكوا؟ هنا نهى صوتت وقالت انت مش فاهم حاجة يا زياد، استنى بس وانا هفهمك. اخرسي وخليكي مكانك. بتخونيني يا نهى، بتخونيني. ومع مين؟ مع دول ما يسووش حاجة. عموما ما تقلقوش، انا ابعتكم انتوا التلاتة لعزرائيل. والله انت فاهم غلط، استنى وانا هفهمك يا زياد. وهي بتحاول تروح عليه، بس طبعا سليم شدها وقال لها في ايه، ما تهدي يا روح امك، انت حاليا مراتي. مراته كمان اتجوزك؟ يا حلاوة، مقابل الجوازة ده انك اتفقتي معاهم عليا يا نهى. بس للأسف مش هتلحقوا، لأن عنايات ماتت وجبل اتحبس ومضى تنازل على كل أملاكه،
وانتوا كمان هبعتكوا لعزرائيل، وانا بقى اللي فزت بكل حاجة. سيف اتكلم وقال له: انت فاكر نفسك ايه؟ وهو بيحاول يتهجم على زياد، بس زياد للأسف ضرب طلقة. بس سليم بقى هو اللي خد الطلقة بدل سيف، وهو بيحاول يحميه. وقع سليم على الأرض ورجله بقت عبارة عن دم. نهى بدأت تصوت عشان خاطر سليم، وطبعا سيف بقى خايف على سليم قوي، وزياد برضه ماسك السلاح وبيقول لهم: اللي هيقرب منها هيحصله، انا هاخد شوية ورق واولع فيكم كلكم في الشقة. وفعلا فضل مثبتهم بالسلاح وأخد الورق اللي هو عايزه. وسليم كان بينزف دم ونايم في حضن نهى، وسيف كان بيحاول يضغط على الجرح عشان ما يطلعش دم كتير. سيف اتكلم وقال له: اخدت اللي انت عايزه، سيبنا نمشي بقى عشان الحوا هيموت. ايوه انا همشي اهو، حاضر، بس فاضل حاجة أخيرة هدخل اجيبها واجي. هو طبعا قافل عليهم باب الشقة عشان محدش فيهم يطلع، واتجه للمطبخ، فتح أنابيب الغاز كلها، ونزل من سلم المطبخ وقفل عليهم الشقة كلها. وطبعا عدى حاجة بسيطة وريحة الغاز بدأت تملى المكان، ونهى بدأت تصوت، وسليم بدأ يتصفى دمه، وسيف ما كانش عارف يعمل حاجة وبدأ يتخنق من ريحة الغاز. بس اللي حصل بقى إن زياد وهو نازل لقى البوليس في وشه. زياد حاول يتماسك عشان ما يبانش عليه حاجة، لكن اتقبض عليه، والضابط بياخده كان بيقول له: انتوا بتقبضوا عليا ليه؟ انا ما عملتش حاجة. في الاسم هتعرف انت عملت ايه، كل حاجة متسجلة وكل حاجة موجودة. وطبعا خدوا الشنطة اللي كانت معاه اللي كان فيها الورق والمستندات. نهى بدأت تفتح الشباك وهي لسه فيها نفس بسيط، وبدأت تصرخ، والجيران سمعوها، والبوليس كمان سمعها، وطلعوا على طول كسروا الباب وحاولوا ينقذوهم. كان سليم فقد الوعي. اتصلوا بالإسعاف وطلعوا بيه على المستشفى، وطبعا هناك عملوا له الإسعافات وطلعوا الرصاصة، وحاولوا يحطوا نهى على جهاز التنفس هي وسيف عشان يعرفوا يتنفسوا كويس، وقبضوا على زياد. طبعا هم لما طلعوا جبل كانوا عاملين خطة، لأنهم كانوا شاكين في زياد من كلام عنايات، عشان هم كانوا حاطين كاميرات في الأوضة بتاعتها عشان خايفين اللي قتل هايدي يتخلص منها. وفعلا سمعوا كل حاجة، بس كان لازم دليل أكتر، وما كانش فيه دليل أكتر من اللي موجود في شنطة زياد، وتليفون جبل اللي كان مع زياد، والسيديهات اللي مع زياد اللي فيها الكاميرات المتفرغة. يعني كده جبل خد براءة من موت هايدي، وزياد لبس كل حاجة وكل القواضي واتحبس. بالنسبة بقى لسليم فالرصاصة كانت في رجله، يعني جرح بسيط. بدأ يفوق ونهى كانت قاعدة جنبه. أول ما فاق سليم بصلها وقال لها: يما. إيه، هو أنت شفت عفريت ولا إيه؟ أنا قلت أنا مت وبتحاسب. خبطته على كتفه وقالت له: لا ما تقلقش يا أخويا، أنت زي القطط ب7 أرواح. وبدأت نهى بقى وسيف يحكوا له اللي حصل. طبعا هو كان فقد الوعي وما يعرفش هم جم المستشفى ازاي ولا ايه اللي حصل. وسيف طبعا كان متابع مع الضابط وعرف كل حاجة، وعرف كمان ان زياد اتحبس على ذمة القضية. وهنا سيف قال له: انا لازم اروح البيت عشان جبل وعشان ماما وعشان افرحهم يعني وكده، وهسيبك انت بقى مع مراتك. الدخلة يا نهى، ها الدخلة. نهى بحزن: ولا دخلة ولا حاجة، كده جبل طلع براءة وزياد اتحبس، وزياد هيجيب سيرتي في التحقيق، يعني كده كده هتشد معاه على السجن، بس انا والله ما عملتش حاجة. عموما يعني يا سليم، لك انك تطلقني من دلوقتي عشان ترتاح، انت كده كده كنت متجوزني غصب عنك. سليم شدها من دراعها وقال لها: انت عارفة انك عجباني من زمان قوي ومنتقد كل تصرفاتك، لكن حاسس ان فيكي بنت كويسة، يعني احتمال تطلع. ايوه والله كويسة قوي وقلبي ابيض، حتى شوف. وهي بتتميل عليه: يا رجلي الله يحرقك، تعبان يا ستي تعبان. يعني انت مش هتطلقني يا سليم؟ لا هخليكي تتوبي، يمكن اخد فيكي ثواب. بس انا خايفة عشان موضوع زياد، بس انا والله ما عملتش حاجة يا سليم. ما تخافيش، كل حاجة وليها حل، بس اخرج من هنا بس وكل المواضيع هيبقى لها حل. بالنسبة لسيف كان وصل الفيلا بتاعته، ومامته طبعا كانت قاعدة على نار من الانتظار ومن الخوف على ابنها. اول ما شافت سيف بدأت تحضن فيه وتقول له: انت كنت فين؟ مش كفاية جبل هتخضني عليك انت كمان. سيف بدأ يطمنها ويحكي لها كل اللي حصل، وعرفها ان جبل طلع براءة وكل الامور اتحلت وكل حاجة بقت تمام، وانها تطمن وما تقلقش. وسألها على جبل، قالت له ان جبل خد دهب عشان يعملوا تحاليل عشان يطمنوا. طب انا اوصل لجبل دلوقتي ازاي وهو معهوش تليفون؟
امه قالت له ان في بنت معاهم اسمها رحمه، معاها تليفون ورقمها مع مامته. جبل كان رن عليها منه وطمنها ان التحاليل طلعت سلبيه، يعني دهب دلوقتي مراته. بس هو اخدها وطلع على مامتها عشان يشوف جده، لان جده كان بيقول له ان دي مش امها، فاحنا عايزين نفهم. سيف قال لها: يا دي الحكايه اللي مش راضيه تخلص، انا هطلع اخد شاور واغير هدومي عشان اطلع على الاسم، عشان اشوف موضوع زياد واروح لسليم على المستشفى. وهنا سهير بدأت تحمد ربنا إن ابنها طلع براءة، وإن دهب دي طلعت مراته مش أخته. ووعدت ربنا إنها هتتغير وهتبقى كويسة معاها وهتعاملها معاملة كويسة كأنها بنتها. وأول ما دهب تيجي هتتأسف لها وتعتذر لها وتطلب منها إنها تسامحها. وزياد طبعا بدأوا يحققوا معاه، وكده كده هو لابس القضية، وعملوا له جلسة واتحكم عليه بالإعدام في قتل هايدي، وإنه ضرب سليم بالرصاص وفي النصب وكل حاجة. وهو كان حاول يجيب اسم نهى معاه، بس طبعا نهى نكرت كل حاجة، وهي طبعا ما كانش ليها دعوة بحاجة، هي ما كانت إلا السكرتيرة بتاعته، بس ما كانش ليها يد في أي حاجة، وكانت مغلوبة على أمرها، كانت خايفة منه. يعني كل الأمور بقت تمام وكل حاجة بقت حلوة. فاضل بقى دهب وجبل. بعد مشوار طويل بالعربية، طبعا دهب نسيت الشوارع والأماكن، كانت بتحاول تفتكر. جبل ركن العربية في مكان ونزل يتمشى هو ودهب ورحمة. دهب فضلت تبص على البيوت وتقول له: أنا مش فاكرة بيت مامتي كان فين بالظبط، كل حاجة في البلد اتغيرت، أنا مش عارفة هي فين. جبل بدأ يهديها ويقول لها: اهدي بس وإن شاء الله كل حاجة هتتحل. والمشكلة إن مفيش حد دلوقتي عارف مكان مامتها غيرها، حتى جدها مات، يعني محدش يعرف مكانها دلوقتي غير دهب. ولازم جبل يكون حنين مع دهب عشان تعرف المكان، وهو كان بيحاول يطمنها على قد ما يقدر. فضلوا يدخلوا شوارع ويخرجوا من شوارع لحد ما دهب وقفت فجأة وقالت له: هو ده الشارع، هو ده الشارع اللي فيه مامتي. طب كويس، يلا ندخل، انت عارفة البيت ولا نسأل؟ فضلت دهب ماشية في الشارع تلف حواليها يمين وشمال بتحاول تفتكر البيت. وقفت قدام مكان كده وخبطت على الباب. جبل قال لها: هو ده البيت؟ هز دماغها وقالت له: أيوة هو. وجبل بدأ يخبط الباب. دهب وقفت ورا جبل مستخبية فيه، مبينة حتة صغيرة بس من عينيها بتبص بيها، لكن جسمها كله مستخبي ورا جبل. فجأة فتحت الباب ست كبيرة. أول ما دهب شافتها استخبت كلها ورا جبل ومسكت في جبل جامد وبدأت تضغط على إيده. فكده جبل فهم إن الست دي المفروض إن هي تبقى مامتها. أيوة يا بيه، عايز مين؟ أنا كنت جاي أتكلم معاكي في موضوع، بس مش هينفع على الباب، لو ينفع ندخل جوه نتكلم. أنت مين أساسا عشان أدخلك جوه؟ ولا تكونش مخبر؟ بقولك إيه، اصطبح، إحنا لسه على الصبح. لا أنا مش مخبر ولا تبع الحكومة خالص. أمال أنت مين؟ بدل ما أناديلك صبيان يعلموك الأدب. هنا دهب اتدخلت وطلعت من ورا جبل وقالت: ده جوزي. إلهام أول ما شافت دهب اتصدمت وسكتت شوية كده مش عارفة تقول لها إيه، وبعدين اتكلمت وقالت: بت يا دهب، انت جيتي هنا ازاي؟ وجوزك ازاي؟ تعالي هنا يا بت. وهي بتحاول تشد دهب من ورا جبل، بس طبعا جبل منعها وقال لها: يا ستي قلتلك جايلك في موضوع، ده خلينا نتكلم جوه، وصدقيني مش هتخسري، انت اللي كسبانه. إلهام فضلت ساكتة شوية وبعدين قالت له: هكسب ايه بس؟ هي دي بيجي من ورا وشها مكسب؟ دهب اتكلمت وقالت لها: جبل ده يبقى ابن عمي. إلهام سكتت شوية واتصدمت وقالت له: انت ابن سهير؟ انت لسه فاكره سهير؟ عموما ايوه انا ابن سهير. طب ادخل انت وست الحسن، ومين البت دي كمان؟ قصدها على رحمة. جبل قال لها: قريبتنا برضو. ودخلوا كلهم قعدوا، وإلهام قالت: انت كنت فين ده كله؟ وجدي اتجوزك ابن عمك ليه؟ طمعان في فلوس هو كمان ولا ايه؟ على فكرة انا جدي مات. إلهام راحت مزغرطة وقالت: احسن بالسلامة. بس يا بت مين اللي خد الورث؟ انطقي. وهي بتشد دهب من دراعها. جبل اتدخل وقال لها: يا ست اهدي واحنا هنتكلم في كل حاجة، وانا هقولك اهو، جدي مات وكتب لي كل حاجة باسمي. ايوه وبعدين؟ وبدأ يحكي لها كل اللي حصل من يوم ما عرف دهب، والحكاية كلها من الأول لحد الآخر، لحد ما قال لها: أنا جدي قال لي إن أنت مش أمها، وأمي كانت قالت لي إنها ما تجوزليش لأنها مش مراتي، هي أختي، بس جدي أكد لي إنها مش أختي، وأنا كمان عملت تحاليل وتأكدت إنها مش أختي، يبقى كلام أمي مش صحيح، بس كلام جدي صح ولا غلط؟ وأنا هستفادي لما أقولك الحقيقة يا ابن سهير؟ اللي أنت عايزاه كله هتاخديه، ورثك اللي جدي كاله عليكي أنا هديهولك وبزيادة، بس أعرف الحقيقة.
بجد؟ طب احلف برحمة ابوك. طالما جبت سيرة ابويا يبقى انت عارفة ان ابويا ما كانش بيرجع في كلامه، وانا زيه بالظبط. الهام وهي بتفتكر قالت له: ابوك ده ما شفتش راجل زيه في الدنيا. الله يرحمه والله يسامح جدك بقى، هو السبب في كل اللي حصل، وهو السبب في موت عمك عبد المجيد جوزي الله يرحمه. دهب اتدخلت وقالت لها: هو انا مين اهلي؟ عبد المجيد مش ابوكي، لان عبد المجيد ما كانش بيخلف. جبل اتكلم وقال: عرفنا الكلام ده، لكن عايزين نعرف بقى الحقيقة. انا هحكي لك. انا يا ابني كنت متجوزه راجل زمان وانا صغيره، اهلي غصبوني عليه، وبعدين الراجل ده مات، وجيت شفت عمك عبد المجيد الله يرحمه، وطبعا جدك كان رافض اننا نتجوز عشان انا كنت رقاصه، بس عمك عبد المجيد اتجوزني من ورا جدك، وخدني انا ودهب لجدك وحطه قدام الامر الواقع، وقال له ان انا اتجوزتها وعندنا بنت ولازم تتقبلها في الدوار، لحد ما جدك تقبل الموضوع. وجي لما عمك مات اخدت البنت ومشيت، وجيت بعدها اطالب بورث دهب وبورثي في فلوس ابوها. جدك اجر ناس خطفوها واخدها، ومن يومها وانا معرفش عنها حاجه، ولما رحت مره اخدها قال لي: انت جايه تاخديها ليه وهي اساسا مش بنتك ولا بنت ابني، فخليها عشان ما نكشفش المستور ونفضح المستخبي. فسبتها بقى. ايوه، ايه هو بقى المستور والمستخبي ده؟ مش بنتي ولا بنت عمك عبد المجيد. دهب هنا اتدخلت وقالت: امال انا بنت مين؟ فين اهلي؟ ابوكي كان تاجر كبير، اتجوزني قبل عبد المجيد الله يرحمه. اللي عرفته من ابوكي ان امك هي بتولدك ماتت، وانا عيشتك معايا ومع ابوكي الله يرحمه، وجي ابوكي هو كمان مات، مرضتش اوديكي ملجأ وسبتك معايا عشان حبيتك، وانا اللي ربيتك عشان الام هي اللي بتربي مش هي اللي بتخلف. يعني انا دلوقتي ماليش اهل؟ ودهب بدأت تعيط. رحمة خدتها في حضنها وبدأت تطبطب عليها: اهلك عند ربنا، ربنا يرحمهم. وجبل قال لإلهام: ربنا يرحمهم. طب وانت معاكي ورق يثبت الكلام ده؟ ايوه معايا ورق وصور وشهاده ميلادها وكل حاجه. ودخلت من جوه جابت لهم شهاده ميلادها والصور بتاعتها هي وابوها وكل حاجه تثبت كلامها. اول ما جبل شاف الورق وشاف الصور اتاكد من كلامها، ودهب هي كمان اتاكدت ان اهلها ماتوا، وهي كده ما بقاش ليها اهل ولا بقى ليها حد غير جبل. طبعا لما الموضوع خلص جبل طلع فلوس كتيره قوي واداها لإلهام، وقال لها ان ده حقها وورثها من عمه عبد المجيد الله يرحمه بما انها كانت مراته. إلهام ما كانتش مصدقة نفسها من كتر الفلوس، وبقت تقول له: بجد دول كلهم ليا؟ ايوه ده حقك. واداها فلوس تانية وقال لها: ودول مني ليكي، حق ان انت حافظتي على دهب، على الاقل خالص ما وديتهاش ملجأ. ايوه انا كنت ضد فكره ان انت شغلتيها رقاصه. نطقت إلهام هنا وقالت له: كان غصب عني والله، ما كانش فيه فلوس والحوجه كانت مره. الفلوس دي كلها ايه معاكي؟ وكمان تقدري تعيشي معانا في الفيلا بتاعتنا، واوعدك ان هفضل شايلك على راسي طول العمر. لا انا هعيش في بيتي هنا، بس هاجي ازوركم وهاخد الفلوس دي وافتح بيها مشروع. ما تفتحيش مشروع وتتعبي نفسك، خلي الفلوس دي ليكي وانا كل شهر هبعتلك اللي يكفيكي مصاريف واكتر. تصدق بالله تسلم البطن اللي شالتك. وحضنته وبسته وقربت من دهب وقالت لها: انا يمكن اكون كنت وحشه يا دهب في نظرك، بس والله انا حافظت عليكي على قد ما اقدر يا بنتي. اكيد فاكره ايام ما كنت بغطيكي وباكلك وافضل انا جعانه. دهب هزت راسها وقالت لها: فاكره يا. كانت هتقول يا ماما بس وقفت وما كملتش الكلمه. إلهام قالت لها: انا هفضل طول عمري امك يا دهب، الام هي اللي ربت مش اللي ولدت. دهب حضنتها وفضلوا يحضنوا في بعض ويحبوا في بعض، وقعدوا مع بعض شويه وبعدين قالت لهم: هبقى اجي ازوركم بقى في الفيلا بتاعتكم. وجبل وصف لها مكان الفيلا، وكمان عرفت طبعا ان دهب حامل، وبكده يكون الموضوع خلص. وجبل اخد دهب ورجع الفيلا، وجاب مامته وجاب اخوه وكلهم اتجمعوا، وبدأ يقول لمامته: حبيها بقى يا امي عشان هي مراتي وحامل وهتجيب لك حفيدك يا سهير. انا هحبها اكتر منكم، واتمنى تسامحني على اللي انا عملته فيها. سامحيني يا دهب، واوعدك اني هكون مكان امك الله يرحمها. طبعا جبل كان حكى لمامته على اللي حصل عند إلهام. بالنسبه لرحمه بقى، جبل فتح لها بوتيك واشترى لها حاجات، ورحمها من الشغل في الشارع، وبقت كل فتره تروح تشوفهم. وسيف هو كمان حب رحمه واتجوزها، وعاشوا مع بعض في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. بالنسبه بقى لزياد فاتحكم عليه بالاعدام ودهب ولدت بنت زي القمر. وبس كده، وكلهم عاشوا مع بعض في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. وبكده تكون روايتنا خلصت خالص. أتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استمتعتوا بيها على مدار كل الفصول اللي فاتت. وياريت بقى لو عجبتكم والفيديو بتاع النهاردة عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك،
وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وما تنسوش كمان تكتبولي في الكومنتات تحبوا أبدأ أسجل لكم في رواية دفشة ولا الجزء التاني من رواية ما وراء الظلام. ولو مش فاكرين الجزء الأول من رواية ما وراء الظلام هسيب لكم في الكومنت المثبت لينك الرواية كاملة على واتباد تقدروا تقروها من هناك، وكمان هسيب لكم لينك فيديو الرواية كاملة لو حابين تسمعوها بالمؤثرات الصوتية. وبس كده، هستنى آرائكم كلكم في رواية جبل. ويا ريت كمان حتى الناس اللي ما كانتش بتتفاعل معايا وبتجاوب على أسئلة نهاية الفصول يكتبوا برضو آرائهم في الرواية عشان أعرف إذا كانت عجبتكم ولا لأ. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد برواية جديدة على خير إن شاء الله. يلا بقى نختم الفيديو بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.